أيها المبارك لماذا ما قال الله وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها؟ قال نعمة، لأنك لو عشت العمر كله تتفكر في نعمة لخرجت من الحياة ولم تنتهي تدبرك وحمدك لنعمة. تأمل في البصر، تأمل في الأنف، تأمل في تحريك الأصابع، تأمل في القلب والكلى. نعمة واحدة تقضي العمر كلها تفكرا، وستقضي العمر شاكرا، ولن تبلغ شكر الله جل وعلا. ولذلك عندما أراد الله أن يصطفي نبيه عليه الصلاة والسلام هيأه للنبوة بالتفكر. تريد أن تكون داعية، تريد أن يكون الاكتئاب اللي في الجسم يخرج، تريد أن تكون متفائلا، ارتبط بالله، خفف من إيقاع صراعك مع الخلق، اجتماعات، ذهاب، كلام، جلسات، سوالف، مشاهدات، واتساب.